اللي في الصورة دي إسراء فضلت مستحملة 9 سنين جواز من ضرب وشتيمة وإهانة، وكمان هي اللي بتصرف على جوزها والأولاد، وكل ده علشان بتحبه. وفي الآخر نهايتها كانت أبشع ما تكون على إيده. في سنة 2024 بمنطقة النبراوي بمحافظة القليوبية، إسراء 27 سنة، لكن علشان نبدأ القصة هنرجع بالواقع 9 سنين لورا. إسراء عايشة مع أمها وإخواتها، بنت جميلة وطالبة في ثانوية عامة. كل اللي يشوف إسراء كان يتمنى يرتبط بيها، لكن اللي خطف قلبها هو عصام عامل فراشة واللي في الصورة ده، ونشأ بينهم قصة حب. علشان كده عصام اتقدم لها رغم فرق التعليم اللي بينهم والمستوى المادي. كمان أهل إسراء لما عصام اتقدم شافوا إنها تكمل تعليمها الأول، خصوصا إن عصام ما كانش فرصة كبيرة ليها علشان تسيب تعليمها وتتجوز. لكن إسراء كان ليها رأي تاني، وصرحت أهلها إنها موافقة عليه وبتحبه. ووقتها أمها لما لقت إسراء متعلقة بيه جدا وافقت على الجواز، خصوصا إن عصام أخلاقه لحد اللحظة دي محترمة جدا، وكمان أهله كويسين جدا. وبتتم الخطوبة والزواج وبيعيشوا في شقة في بيت العيلة، لكن شقة منفصلة بيهم. وبعد الجواز على طول عصام بيمنع إسراء إنها تكمل تعليمها لأنه بيغير عليها، وأقنعها إن الشهادة مش هتنفعها في حاجة بعد ما اتجوزت. وقتها إسراء بتتنازل وبتسمع كلامه علشان خاطر بتحبه. ويعدي كام شهر وإسراء بتحمل وتخلف بنتهم الأولى ساندي، لكن مع زيادة المصاريف على عصام بيحصل خلافات بين الزوجين، والوش الحقيقي له بيظهر وبيبدأ يهينها ويشتمها، وكمان بيمد إيده عليها. وإسراء بتستحمل وتعدي علشان خاطر بتحبه، ومع سكوتها وقبلانها للوضع اللي هي فيه بدون ما تشتكي لحد من أهلها ولا حتى تمنع عصام من معاملته دي. عصام وقتها بيتمادى في إهانته ومد إيده عليها أكتر من مرة. وقتها إسراء من كتر الضرب بتروح وتغضب عند أهلها، وبعد يومين عصام بيروح لها وبيعتذر لها، وهي علشان بتحبه بتقبل الاعتذار وبترجع تاني للبيت هي وبنتها على أساس إنه يتغير. لكن عصام بيستمر في نفس معاملته لإسراء من إهانة وضرب، وكل مرة تغضب فيها عصام يروح يصالحها وهي بتسامح وتعدي. ومع الوقت بتحمل للمرة التانية وبيخلفوا ابنهم عدي. وقتها المصاريف كانت زادت على عصام، فكل ما إسراء تطلب منه احتياجات للبيت عصام يقول لها إنه هيجيب لها منين ويمد إيده عليها. وقتها إسراء بدأت تشتكي لأمها، لكن مش من معاملة عصام، لا دي كانت بتشتكي من قلة المصاريف. فالأم بتساعد إسراء وتبعت لها أكل ولحوم وفاكهة علشان بنتها وجوزها وأولادهم، وكمان بقت تديها فلوس في إيدها علشان تجيب احتياجاتها. في الوقت ده واللي محدش كان يعرفه إن عصام كان اتجه للمخدرات، ودي اللي كانت مخلصة على كل فلوسه. ولما بدأ يشوف إسراء إن أمها بتساعدها وبقت بتسد احتياجات البيت أهمل في شغله لحد لما صاحب الشغل طرده. ورغم مساعدات أم إسراء ليهم، إلا إن عصام زي ما يكون اتعود إن كل خلاف يحصل بينه وبين مراته يمد إيده عليها. وطبعا إسراء لما كان بيفيض بيها بتغضب عند أهلها، لكن بمجرد ما عصام يروح لها ويصالحها كانت بترجع معاه لأنها بتحبه. وهنا بنوصل لمرة من المرات بيحصل خلاف بينهم، وقتها عصام بيمد ايده عليها كالعادة بغشومية لدرجة انه كسر ايدها. فإسراء بتروح المستشفى والمسعفين بيتصلوا على اهلها، وامها بتروح لها هي واخواتها، والمرة دي بيقرروا انهم لازم يعملوا محضر بتعدي عصام عليها. لكن بمجرد ما عصام بيروح ويصالح إسراء بتوافق وتتنازل عن المحضر علشان بتحبه وعلشان خاطر عيالهم، وبترجع تاني معاه للبيت على أساس إنه اتغير. لكن عصام بيستمر في نفس المعاملة لحد آخر خناقة مد إيده عليها كالعادة وسبب لها جروح وكدمات كبيرة جدا. وقتها إسراء بتغضب عند أهلها، لكن المرة دي أهلها بيقولوا لها إنها اتنازلت كتير جدا وكفاية ذل لحد كده. وقتها إسراء كانت تعبت جدا من معاملة الزوج ليها، فبترفع عليه قضية خلع. عصام حاول يصالحها، لكن إسراء كانت رافضة تماما إنها حتى تشوفه علشان ما تضعفش. في الوقت ده أم إسراء قررت إنها تساعدها وتفتح لها مشروع كوافير، لأنها كانت شاطرة جدا في الموضوع ده وعلشان ما تحتاجش لحد هي وأولادها. وبالفعل إسراء اشتغلت في الكوافير وبقت تسوق لنفسها عن طريق الإنترنت، وبقت تروح تماكيج عرايس وبقى يجيلها زباين كتير، خصوصا إن معاملتها كانت حلوة جدا وهي أصلا شاطرة. وقدرت الكام شهر دول إنها تكبر اسم الكوافير وتتعرف لحد لما جه ميعاد حكم قضية الخلع، وعصام كان موجود في المحكمة وهي بتتسأل لو عايزة تتخلع. فإسراء لما شافت عصام فضلت تعيط وتبكي وتبص لأمها وإخواتها اللي فهموا إنها مش عايزة تتطلق وقالوا لها اعملي اللي يريحك. فإسراء بترفض تتطلق وبترجع للبيت هي وأولادها مع جوزها على أساس إنه هيتغير زي ما وعدها في المحكمة، لكن اللي فيه طبع صعب يغيره. وقتها عصام بدل ما كان بيمد إيده عليها علشان الخلافات اللي بينهم بقى يمد إيده عليها علشان ياخد من
منها فلوس. ومش بس كده، ده كمان بقى يروح لها على الكوافير علشان ياخد منها فلوس الشغل وهي ساكتة وبتتنازل علشان بتحبه، لحد عام 2024 وتحديدا قبل العيد بكام يوم بتنزل مع أولادها وتشتري لهم لبس العيد، وكمان بتاخد جوزها وتجيب له ترنكات العيد. ومبعديش كام يوم وليلة العيد بتحصل خناقة بين عصام وإسراء علشان عايز منها فلوس، ولما بتقوله حرام عليك دي فلوس الشغل اللي هتشتري بيها المكياج للعرايس، وإنها مرضيش تجيب لنفسها لبس العيد زيهم علشان تعرف تكمل فلوس شغلها، لكن عصام بيمد إيده عليها وياخد الفلوس غصب عنها. وإسراء بتسكت وتعدي علشان خاطر بيتها وعلشان بتحبه، وكانت بتروح تمكيج العرايس في العيد ووشها كله وارم. وبيستمر الوضع ده لحد يوم الواقعة بالليل بتحصل خناقة بينهم، وبمد إيده عليها في وشها وبطنها وصدرها لحد لما هي بتقع على الأرض، فبيكمل عليها بإيده ورجله في باقي جسمها وهي بتفقد الوعي. في اللحظة دي عصام بيجيب أنبوبة البوتاجاز، الأنبوبة اللي مليانة غاز، وبكل قوته بيرميها على راسها من الخلف وهشم الجمجمة. وطبعا إسراء كانت لفظت أنفاسها الأخيرة. عصام وقتها بيقعد جنبها وهو منهار ومش مصدق اللي حصل، وبيفضل قاعد جنبها لمدة 8 ساعات. بعدها بينزل لأهله تحت وملابسه كلها عليها آثار دم، وبيقول لهم إنه خلص على إسراء. أهله ما كانوش مصدقين اللي عصام بيقوله، وافتكروا إن صوتهم العالي اللي كان امبارح ده زي خناقة كل مرة، لأنها بقت حاجة طبيعية بالنسبة لهم. بعدها عصام بيطلع على الشقة فوق ويقعد جنب جثة إسراء، فالأب بيطلع وراه بيلاقي إسراء جثة وسط بركة من الدم، فبيطلع الموبايل ويبلغ عن عصام، وبيوصل رجال الأمن وبيتم القبض على عصام وبيتم تحويل الجثة للطب الشرعي. عصام بيعترف إنه عمل كده بسبب خناقة بينه وبين إسراء، وإنه ما كانش قادر ينسى إنها رفعت عليه قضية خلع لأن الموضوع ده جرح رجولته. وفعلا عمر التنازل ما كان جزء من الحب، إنك تتنازلي عن كرامتك وأنوثتك وتاخدي دور الراجل علشان المركب تعدي، إنك تستحملي الضرب والإهانة يبقى هتتفرمي. اللي بحبك بجد هيخاف عليكي وعلى زعلك. اوعي تضحي بنفسك علشان المركب تعدي، لأنها في الآخر هتغرق وانتي أول واحدة هتخسري.